الروح هذه هي اللي تحمل في نفسها التهديدات القادمة. خليني أقول لك أبدا خليني أقول لك أنا 20 سنة انهارت علاقتي مع بن علي من أجل الحركة الإسلامية، مش من أجلها وأجل برنامجها، ومن أجل أنهم توانسة لا يحق لأي كان أن يخضعهم إلى التعذيب وإلى السجن لمدة طويلة وفي من خلال محاكمات جائرة وضحيت حتى بإضرابات الجوع الطويلة من أجل أشياء كنت أتمتع بها، حرية التعبير، حرية التنظيم، وإخلاء السجون من المساجين اللي كانوا جلهم إسلاميين، والعالم كله يشهد على ذلك، ومن ينكر ذلك هو جاحد. الديمقراطي في تونس، حزب التقدم الديمقراطي حزب مناضل، إخوان، مناضل حقيقي. احنا كل فترة زين العابدين بنسمع عن حزب الديمقراطي التقدمي قدم ضحايا، اضرابات عن الطعام، بقصد حزب احمد نجيب الشابي اذا بتسمعوا فيه، اضرابات عن الطعام، مناضل غير لم يساوم لما كثير من الحزب الشيوعي مثلا يسمي حاله تجديد ساوم. في قسم حتى الاسلاميين بدايه بن علي استبشروا خيرا بن علي، اعتقدوا انه بن علي اصلاحي عشان تكونوا عارفين، وصارت في تصريحات مؤيده انه هذا ممكن ينعمل انفتاح واصلاح. احمد نجيب الشابي حزب التقدم الديمقراطي حاد كان جدا انه هاي ديكتاتوريه كذا كذا الى اخره، واضرابات على الطعام وقدموا ضحايا، وحتى في بدايه الثوره قدموا ضحايا يعني استشهد لها الناس باول ايام، احنا موثقينها باليوم اخوان. تهددها اخطار. انا قلت لك ننتمي الى حزب تونس اولا وقبل كل شيء. بزنس نيوز كتب، نحب نكمل لك، بزنس نيوز كتب نهار 17 فيفري هناك حمله ضد احمد نجيب الشابي وصلت حتى اتهامه بالخيانة بعد موقف من المقترح نتاع سي حمادي جبالي. في المقال مش هذا برك، فما تعليق. التعليق يكمل المقال يقول: بعد الثورة مباشرة، وانت تحكي على بعد الثورة سي نجيب، كان نجيب الشابي منافس جدي، لذلك وجب إطاحته. صارت له حملة تشويه كبيرة من النهضة وسندها السبير والتكتل. اليوم كأنها تتعاود، انتهى المقال، كأنها تتعاود هذه الحملة. هل توافق هذا المقال؟ ما قريتوش وماذا بيا، لا لخصته لك انا سي نجيب، لكن انا ماذا بيا نقول لك ان الهجومات وهي جانبيه ما هيش توا جايه من النهضه، جايه من الحلفاء، حلفاء النهضه يعني، ولا حلفائكم انتم؟ والله نيران صديقه، نيران صديقه في الفيسبوك، نيران جايه من قوى ديمقراطيه يحكمها التنافس في وسط الديمقراطيين أكثر من اللي يحكمها التهيؤ إلى معركة سياسية سلمية من خلال الانتخابات من أجل انتصار الديمقراطيين. ولذلك أنا شخصيا والله ما نعطيها حتى أهمية. أنا بالنسبة لي نعمل السياسة مدفوع بحب البلاد، ودوستويفسكي حدد السياسة بالتالي، قال: هي حب الوطن ولا شيء غير ذلك. أنا ما نعرفش إذا كان واحد في السياسة مش مدفوع بحب الوطن إيش يعمل؟ معناته يعمل في تجارة غير مشروعة. حب الوطن هو الدافع الأول والنهائي للسياسة. أنا شخصيا اليوم أتأمل في وضع وطني، أرى أن أخطار أمنية كبرى تتهدد. دوري الأول أني نمنع بلادي من تلك الأخطار ونحط بلادي على سكة الانتقال إلى الديمقراطية. معناتها